يا مساء الورد والفل والياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده فيديو جديد وعملت لكم كده وصفه عظمه. عملنا مكرونه محمره جميله زي ما احنا شايفين كده، اكله سريعه جدا جدا. وعملنا لحمه بالبصله. عايزه اقول لكم طريقه اللحمه دي فظيعه بجد، جربوها ويعني ايه هتعجبكم جدا جدا. بصوا اصلا لونها عامل ازاي، جميله قوي قوي. مش هطول عليكم بقى الفيديو، طبعا هي شكلها بيتكلم عن نفسه من غير اي حاجه. هندخل بقى على الفيديو كده على طول ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف الطريقه اللي احنا عملناها ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناه لو مش مشتركه، وفعلي زر الجرس للكل. هنبتدي كده بقى نصلي على سيدنا محمد. بصوا دي كده لحمه. بصوا احنا مقطعينها شرايح، تمام، علشان تتشوح وتبقى كده ايه عظمه. انت بقى قطعيها زي ما انت حابه يعني، واللحمه زي ما تكون الكميه بتاعتها مش شرط. المهم ان هي ايه يعني لحمه، هتجيبي ربع، هتجيبي نص، هتجيبي كيلو. بس الاحسن ان هي لو اتقطعت شرايح كده بتكون افضل واحسن واطعم بكتير. ابتديت بقى حطيت اي صينيه اي طاسه عندك هتحطيها على النار، هتحطي معلقه سمنه، وابتدي ايه احط شويه الدهن اللي كان معاها او الملبس اللي هي كانت معاها دي اللي كان حاططها الجزار. هتتشوح وتنزل كده ايه الدهون كلها بتاعتها مع معلقه السمنه، وابتدي ان انا اسمي كده بسم الله وانزل باللحمه بتاعتي. صلوا على النبي كتير واستغفروا كتير عشان خاطر ربنا يبارك لكم في الحاجه اللي انتوا بتعملوها. وادعوا بفك الكرب لكل مكروب، وربنا يفرج هم كل مهموم يا رب العالمين. بس كده هبتدي بقى ايه ان احنا نحط اللحمه زي ما احنا شايفين كده اهو، هتتشوح تمام. واول لما هتبتدي تاخد لون ناعية هوريكم بقى هنبتدي ان احنا نقلبها الناحية التانية امتى. دلوقتي احنا هنسيبها زي ما هي كده على النار، مش هنقلب ولا يمين ولا شمال خالص لحد ما هنشوف هنعمل ايه. هنا بقى دلوقتي هبتدي ان انا اقطع البصلة. بصوا البصلة انا سبت فيها الحتة اللي من تحت دي، بحيث ان انا بس بوريكم، بحيث ان انتوا لو عايزين تقطعوها قطع صغيرة تسيبوا برضو الحتة اللي من تحت دي، بحيث ان هي انتوا تبقوا ماسكين منها البصلاية ما تفكش منكم ابدا. طبعا انا هقطعها دلوقتي شرايح بس، يعني هقطعها شرايح بس كده بصل رفيع خالص. بس برضو انا مخلياها بحيث ان هي لما انا اجي اقطع الشرايح تكون هي ماسكه معايا البصلايه، وبعد كده في الاخر بقطعها خالص. بس انا حبيت ايه اوريكم الفكره دي عشان خاطر برضو لو حابين تقطعوا بصل بسرعه يعني. بس خلاص كده احنا خلصنا البصل. طبعا زي ما احنا عارفين دايما ان احنا ايه بنخلصه في اسرع طريقه. المهم وجبت كمان ايه دول 3 قرون فلفل كده وقطعتهم. الفلفل ده فلفل احمر، هو كان اخضر وبقى احمر بس جميل. بصوا اللحمه ابتدت اللي هي تاخد لون زي اللون اللي انتوا شفتوه كده دلوقتي. طبعا عايزه اقول لكم الاضاءه عند ماما في المطبخ يعني انا اسفه بجد ليكم، الاضاءه ضعيفه جدا جدا، فانا عايزه اقول لكم انا منوره بالرينج لايت بس، فهي علشان كده الاضاءه تحسوا ان هي ايه داكنه شويه، انما اصلا هي اللحمه لونها كان محمر عادي جدا. بصوا يعني انا فتحت لكم الاضاءه اهو، بصوا هي اللحمه ده لونها اصلا، انما الاضاءه اصلا هي داكنه عند ماما. بس المهم بقى بعد ما اتشوحت وابتدت ان هي تتشوح من الناحيه التانية بنفس اللون اللي شوحناها بيه في الناحيه الاولانيه، ابتديت اللي انا انزل بالبصله بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. خلاص وهبتدي ان انا اشوح فيها. بس يعني الطريقه بتاعتها مش محتاجه اي حاجه خالص، بس عايزه اقول لكم طعمها يعني انتوا هتجربوها وهتقولوا لي ان شاء الله حتى تجيبوا ربع كيلو لحمه وجربوها فيه، وخلي الراجل يقطعها لكم رفيعه علشان ترمي معاكم، وكمان بيبقى طعمها حلو قوي في الاكل، ولما بتتشوح بيبقى طعمها حلو قوي قوي قوي، بتبقى عامله زي اللحمه المشويه. هي ما فيهاش اي حاجه خالص يعني، ما عملناش اي افتكاسات. بس ابتديت اللي انا اشوحها كده، وانا بشوحها ابتدي بقى انزل بالتوابل بتاعتي. هحط شويه فلفل اسود. بصوا بقى بالنسبه للملح احنا مش هنحط ملح دلوقتي خالص نهائي، احنا هنحط معلقه سكر. يعني انا حطيت شويه فلفل اسود وهحط معلقه سكر، تمام كده. ليه مش هنحط ملح؟ علشان خاطر الملح هيخلي اللحمه تجلد معايا ومش هتستوي بسرعه خالص، لكن معلقه السكر هتساعد معانا على السوا، تمام كده. ابتديت بقى اللي انا حطيته ده وقلبت، حطيت قلنا معلقه فلفل اسود ومعلقه سكر،
وابتديت اللي انا اشوح فيها كده، وبعدين نزلت بالقرنين فلفل اللي انا مقطعاهم، طبعا مقطعاهم كبير كده بيكون طعمهم احلى بصراحه. بس كده يا ستي. هبتدي بقى دلوقتي احط كمان شويه بهارات. دي بهارات دي عليها كل حاجه بقى، يعني محطوط عليها ورق لورا وحبهان، لو ما عندكيش مفيش مشكله، دي اسمها 7 بهارات او بهارات مشكله. بس كده. وابتديت برضو اللي انا اشوح فيها. ودلوقتي بقى هنعمل ايه بعد ما احس ان البصله دبلت كده معايا؟ طبعا انا حاطه ميه بتغلي على النار. تمام. اول ما هلاقي البصله كده دبلت معايا هبتدي ان انا احط لها بقى ميه ايه، شويه بشويه. يعني احنا حطينا دلوقتي اهو شويه ميه وهغطيها. تمام. عفوا. وبعد كده هسيبها تغلي تاخد غلوه وهوطي عليها. اول لما تبتدي ان هي احس ان هي اتشربت بس لسه ما استوتش، هزودها شويه ميه سخنه تاني. ودلوقتي هبتدي اللي انا اعمل المكرونه المحمره او المبكبكه زي ما ناس كتير بتقول عليها. المهم يعني ان احنا دلوقتي هنعملها، هي طريقتها سهله جدا. حطيت شويه زيت وحطيت سبته يسخن شويه، وبعدين هحط المكرونه. لونها لسه فاتح زي ما انتم شايفين، انا بس بقرب لكم المكرونه تشوفوها عشان خاطر ما تقولوش ان هي اتحرقت، لان طبعا الكاميرا وهي بعيده مع الاضاءه بتظلم وبتخلي الدنيا بايظه خالص. تمام كده. هي ابتدت اهي معايا ان هي تحمر. اول ما هتبتدي ان هي تتشوح كده، انا طبعا محضره طماطم معايا، مقطعه طماطميتين كده صغير، ابتديت اللي انا احطهم عليها. وبرده قرنين فلفل من الاحمر الجميل ده بيديها طعم بقى كده ايه، عظمه عظمه. انا بحب الحاجه مفلفله كده ومشطشطه بيكون طعمها جميل. طبعا انت لو عايزه تستغني عن الفلفل الحامي ممكن تحطي فلفل رومي عادي جدا. وكمان دي صلصه. ده الكيس ده بقى، بقيت الكيس ده انا اللي مستعمله الكيس ده كله. تمام. هي ماما كانت مطلعهولي للاكل، فطبعا انا ايه دول كانوا باقيين شويه صلصه في حدود معلقه كده، خدتهم برده بتبقى حلوه قوي بالصلصه. تمام. كانت ماما مطلعهولي، انا فتحته وكنت كل ما باجي اعمل اكله بقوم واخده منه بس لحد ما خلصته يعني بصراحه. وابتديت بقى اللي انا ايه، حطيت شويه فلفل اسود وحطيت شويه ملح، وهنحط كمان ماجي بتخلي طعمها حلو قوي قوي. اكله بسيطه اهي وسهله وسريعه ما فيهاش اي حاجه إيه يعني. مش عايزين نقول ان هي يعني ايه ممكن تكون مكلفة شوية، بس انت لو هتقدري ان انت تجيبي ربع كيلو لحمة وتجربيها فيها مفيش اي مشكلة، وهتعملي جنبها شوية مكرونة محمرة وخلاص كده الحمد لله يعني قضيت. هبتدي بقى ان انا اجيب شوية مية سخنة زي ما احنا شفنا كده، واحط على المكرونة بتاعتي، واول لما تتشرب زي ما احنا شفنا هوطي عليها النار وهسيبها بقى. هنا اللحمة ابتدت ان هي تستوي معايا برضو، شربتها شوية مية تاني لما لقيتها لسه ما استوتش بس الميه خلصت منها، وابتديت بقى اللي انا احط لها الملح بتاعها، وحطيت كمان ايه ورقه ماجي، وهقلبها تقلبتين كده واسيبها تاخد غلوه بس معايا، وبعدين بقى هنزلها. ادي المكرونه بقى عظمه. عايزه اقول لكم طعمها كان جميل جدا وريحتها حلوه قوي. واللحمه اهي طبعا انا هقربها لكم دلوقتي وهوريكم لون اللحمه عامل ازاي. تمام. جميلة جدا جدا جدا، جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. تمام. يعني مش صعبة، ما بتاخدش وقت معاكم في المطبخ. مكرونة مفلفلة وجميلة ما فيهاش اي حاجة يعني. انا يعني الموضوع مش محتاج اخد معلقة مكرونة تاني عشان خاطر هي بصراحة طعمها تحفة بجد. بصوا بقى اللحمة، عايزة اوريكم اللحمة وجمالها من جوه، ونسبة الاحمرار اللي في اللحمة من جوه عاملة ازاي بجد. انا بنقي حتة بس تكون صغيرة عشان اعرف امسكها، ان هي اصلا كلها سخنة. بصوا شايفين لون اللحمة من جوه؟ طبعا ده من ايه، ده من الصدمة اللي احنا اديناها لها في الاول، احتفظت بلون الانسجة واللحمة بتاعتها من جوه زي ما هي. بس ده بقى كان الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.